كيف طنط ياسمين بقات مشوكيه كي شافت بنتها وناس دارها كامل مبهوتين وراجلها ما صابوش يهضر مسكين. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. دائما مع حكايه ياسمين رايحين نعرفوا واش صرا معاها وواش دارت كي شافت بنتها في الجزء الرابع والاخير. ولكن قبل ما نبدا فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على جيم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم. كيف طنط قلت لهم جيبوا لي نشوفوا. حماتي بدات تقول لي راه راقد افطني وساهل. عجوزتي قلت لها لا لا وريها لي خير، اعطيها لي نشوفها. عرفت باللي جبت طفله وعن بالي راهي منشوعه كي جبت طفله، بصح للاسف كانت طفله بنص جده كرعيها ما كاش. تخيلوا هذيك الحاله. وزدت هذه امنوا ما ضحكت ما بكيت، بقيت حطتها لي سلفتي فوق صدري ودمعتها على خدها وقالت لي استغفري وحمدي ربي. نبكي ونقول الحمد لله. تخيلوا الموقف كيفاش داير وانتي ما عندكش ساعه ملي زيدتي وعجوزتك تعاير فيك بكلام الحجر يتكسر منه. تخيلوا يعايروك بملايكه وانتي ما عندك حتى دخل في الخلق تاعو. صح انضريت وحتى قريب كفرت وقريب سألت ربي على سبب هذا الابتلاء، ومن بعد استغفرت ونطردعتها ودمعتي على خدي وسميتها راضيه. الزوج تاعي ساكتو ومشوكي، والاخرين واحد حشمان مني وماهوش صايب واش يقول لي، وواحد كامل ماهوش قابل كيما شيخي وعجوزتي الله لا يسامحهم لا دنيا ولا اخره. بعدها بيومين ضعفت ونغلقت عليا وتوحشت اهلي الله غالب. ضمنديت زوجي باش يروح يخبرهم باه يجوا يطلعوا عليا. كي قلت له سمعتني عجوزتي قالت لي ما كان لا يجوا واصلا علاه يجوا يشوفوا نص خليقه. سكت ما هدرتش لا انا لا هو ما داهاش فيها وجا رايح يخبرهم. قالت له راني نقول لك ما تروحش غدوه ولا من داك ادي لهم بنتهم حطها لهم ورواح. قالها علاها يما؟ قالت له هادي ولادها كامل يخرجوا دايرين هكذا باغي تباصينا. قالها بصح هادي مرتي. قالت له راني نقول لك اديها لهم ورجع. بديت نبكي وقلت لها حرام عليك حرام. ناض هو تاني يبكي وقال لها حياتي كامل وانا نسمع لكم وحياتي كامل وانا ساكت. صرحت وما قريتونيش وقلت معليش، تمدوا لي غير الاخره من اللبسه والماكله وقلت معليش، زوجتوني بلا ما تشاوروني. بصح باه تظلمي بنت الناس اللي قبلتني كيما راني وملي جات وهي تحرض هادي ما نسكتش عليها. قالت له الا هي غيضاتك ديها والباب قدامك. تقابدت معاه والحمد لله خرجت على الصح راجل، وعرفت باللي ربي ما غلطش كي كتبهولي. كي قالت له الباب قدامك قال لها ايه نديها. نخلعت باسكو اول مره يرد لها. قال لي يسمعي درك تناضي تخملي قشك نهار ما نزيدوهش هنا. بقيت نشوف فيه ما تخيلتوش ينتفض هكذا. قال لي نوضي. تحبوا الصح فرحت نط خملت كامل قشي واصلا ما عنديش قش. عمرت 2 كابات وجينا خارجين. تلاقينا بحميد حمايه عيا يعقل ويرتب فيه بصح والو. قالنا بصح وين رايحين تروحوا؟ قال له الزوج تاعي ارض ربي واسعه نروح نعيش مع الهاويش في الغابه وما نعيش هنا اصلا راني عايش كيما الهاويش. ورحنا هو يجر في هذوك الكابات وانا رافضه راضيه ونمشي معوجه من الضر والنفاس والجوع. جا حميد يتبع فينا. قالت له عجوزتي يسمع تزيد خطوه نحطك معاه وما كاش رجعه. خاف منها ورجع يجري. بصح من حقه وقف معنا الله يعطيه الصحه. رحنا وماناش عارفين وين رانا رايحين. نمشي هو قدامي وانا موراه وحالتنا الله لا يوريها المؤمن. حبس وقال لي ياسمين سمحيلي. بديت نبكي. كيفاش طلب مني السماح؟ اول مره واحد طلب مني السماح. الكل اذاوني وما كاش اللي قال لي سمحيلي من غير هو بالرغم انه ما اذانيش. بديت كل يوم نتعلق به اكثر واكثر وبالاحرى كل ساعه يزيد حبي ليه. قلت له انت اللي سمح لي والكلمه ما زدناهاش. كمل يمشي وانا موراه. في الطريق حبس له واحد مول كاميون. قال له وين اخويا؟ حب يرفدنا كي شافو محمل. اي الزوج تاعي ساكت ما جاوبوش وبقى يشوف فيه ومن بعد طرطق بالبكا. انا تشوكيت وجسمي قشعر. ماشي سهله تشوفي راجل يبكي. السيد حبس الكاميون وهبط ليه ويسقسي فيه تقريبا 20 دقيقه باه بداو يهضروا مليح. وبدا الزوج تاعي يحكي له. قال له مول الكاميون
تروح معايا ودير النية. قال له زوج تاعي اصلا ما نعرفش حاجة من غير النية. قال له اركب. ركبوني من اللور وهو ركب معاه من القدام. السيد ماهوش من ولايتنا، جاي يحوس باش يشري التبن. مشينا بزاف حتى خرجنا من ولايتنا. بديت خايفة منه بكل صراحة، زوجي نية بزاف. المهم وصلنا لواحد البحيرة كبيرة، الأرض كامل فيها خضرة والشجر والماء، النفس ترتاح فيها. هبطت ودانا لواحد البراكة فيها 3 ديار فارغين وملاح. قال لنا هنا السكنة تاعكم الجديدة. توسوست أنا ما نكذبش عليكم. قال لنا قعدوا هنا درك نروح ونرجع ليكم. بقيت متشاورة أنا والزوج تاعي. قلت له مانيش مرتاحة. قال لي يا ياسمين. قلت له نعم. قال لي كاين حالة أسوأ من الحالة اللي رانا فيها. من قوة الشقة بديت نتبسم. قال لي السيد قال لي باللي عندي الرزق والخضرة وخصني عساس، وحنا ربي شفينا بعتنا ليه. قلت له كيفاه تخدم بصح؟ قال لي فهمي. قال لي انا عساس براك. قال لي والخدامة من اليوم يجوا يخدموا وانت طيبي لهم ويخلصنا للزوج. ما امنتش. قلت له يعني ما صاب حتى واحد يأمنوا على رزقه يأمننا احنا اللي محاوزين من عند اهلهم. قال لي على بالك على جال من دار هذا الشيء؟ قلت له علاه. بدا يخزر في راضية وعينيه معمرين دمعة. قال لي كي حكيت له عليها قال لي راك عندي بإذن الله. بقينا نستناو فيه حتى عاود جابلنا قش مطارح فراش فرنوات كلش بصح قديم، وفهمنا كامل واش نديرو. قال لي شوفي اختي، قال لي عندك 9 خدامة كل يوم فطريهم ومن الشهر للشهر تدي دراهمك. وقال راجلي راك تدور هنا وفي الليل حل عينيك ما تآمنوش وشحال فرحت. غير انا وراجلي وبنتي وحدنا في وسط جنينة بعد على كحلين القلوب والمرضى. بدينا الخدمة وعجبتنا الحالة بزاف. صح متعوبة شوية بصح ماشي كيما كنت، الحمد لله كل شي متوفر. نوض صباح بكري نطيب ونقضي صوالحي كامل، وبنتي مقابلتني ونفطر كامل الخدامة، والمعلم راضي علينا. وعاود ترفدت بالحمل والحمد لله. وزاد تطورت العلاقة بين الزوج تاعي والمعلم تاعو، وعلمو يسوق وبدا يخلي عنده الكاميون. صح حياتنا تبدلت بزاف، امنوني نسيت كامل اهلي ونسيت حتى الاعاقه تاع بنتي. قلت لكم استقريت وحسيت روحي هانيه وعاودت ترفدت بالحمل، ودعيت ربي بزاف باه يرزقني بطفل. بصح للاسف المشيئه تاعو كانت العكس تماما وعطاني طفله، ولكن في نفس حالة راضيه. تخيلوا الصدمه، تخيلوا باللي راكم في بلاصتي. مستحيل ما نكذبش عليكم، بكيت وبكيت وبكيت. بصح نحمد في ربي، نحمد في ربي ونبكي. كل ما نجي نسأل على هذا الشيء نتفكر باللي مادام ربي عطاهم اللي دايرين هكذا كاينه حكمه من هذا الامر. في التقريب 4 شهور وانا في حزن، بصح ما كرهتش بنتي وفي نفس الوقت حبيت نشوف بناتي يمشوا. والمشكل ما كانش سبب طبي اللي يخلي ولادي يخرجوا هكذا، يعني قصدي لا اهلي ولا اهل راجلي خرج واحد فيه في ولادهم معاق. المهم هادوك الايام زاد رجع ليا السطر في كرشي كيما بكري كيما كنت في دارنا. رحت للطبيب بصح والو كالعاده، قالوا لي كرشك ما فيها والو. واحد الخطره الزوج تاعي مجمع في الخدمه مع الخدامه تاع البحيره، قالوا له شوف راقي بالك اش ما كاين عند مرتك، ودخلوا له الفكره في راسه. رحت نرقي، امنو كي دخلت عنده بدات عيني تدمع وكرشي زاد تضرطني. قال لي ريحي غطاني، هو ما بداش يقرا وانا طحت نبكي مت بالبكا. ومن بعد فقدت الوعي. كيف طنت قال لي فيك سحر صعيب وما تزيديش ترفدي بالحمل باسكو رايحين كامل يخرجوا كيما الاولى. قلت له منين السحر؟ قال لي مانيش عارف، انت تفكري واش كليتي، تفكري مليح. قال لي على الاغلب ماكله حاجه، وانا متاكده بلي لميا مرت خويا هي مور السحور بصح جامي ولا كليت من يديها. المهم رجعنا للدار وراسي ما حبسش من التخمام في واش يكونوا داروا لي. خممت باه نروح لدارنا ونعرف في واش دارت لي بصح ما قدرتش. استسلمت للامر الواقع وقررت باه ما نعاودش تجربه الحمل، لانه خفت مانيش قادره نزيد وحده بنفس الاعاقه. بكل صراحه شكون بيهم منا القدام وانا ما عندي لا شهريه والزوج تاعي ماهوش خدام خدمه مضمونه. بصح الحمد لله ماكلين وشاربين. رحلنا من هذيك المزرعه بصح بقى الزوج تاعي خدام عنده. في الحق رحلت منها خاطر نضريت
بعيدة على كلش، حبيت نقرب الليكول والسبيطار، وبفضل المحسنين شريت اف 2، خلصت نص ونص مازال لحد الآن، راني نخلص فيه غير بالعقل. هذه هي حياتي باختصار. أهلي الحنين داني حتى باب الدار بصح رجعت. مؤخرا يما ماتت ربي يرحمها والله يسامحها، والاخرين ما عندي حتى خبر عليهم والله لا يسامحهم. وعلى بالي بزاف اللي يعرفوني ولا رايحين يعرفوني منا وجاي، وخاصة اختي ومرت خويا، بلاك تكون من المتتبعات، وراني متأكدة باللي نتوما ورا السحور ورا حالتي للدرك، والمحزمة اللي درتولي فيها وضيقتولي كرشي، الله يضيق قبوركم وحقي نديه منكم غدوة. ما عشتش في الدنيا بصح متأكدة باللي رايحة نعيش في الآخرة. الزوج تاعي رجع لأهله هضر معاهم ونورمال، أنا ما كانش عندي رأي، ربي يسهل عليه. المهم نقول لكم ربي يحفظكم وشكرا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. المهم هذه حكايتي ياسمين وش صرا فيها من أقرب الناس ليها اللي هي أختها، بالرغم من أنها مش متأكدة، ولكن صح هاد الحوايج كثروا في مجتمعنا. يعني مادام الأخت توصل باش تدمر حياة أختها صعيبة، ونتوقعوا الأكثر من هذا الشيء. على العموم ادعوا للأخت ياسمين اللي هي في الأصل واسمها وهيبة، أنا اللي فضلت نختار اسمي ياسمين. ادعوا لها ربي يفرج عليها، وادعوا لها ربي يشفيها. ومن هذا المنبر نقول لك إذا راكي تشوفي في الفيديو هدايا ولا راح تشوفيه مستقبلا، نصحك ما تحبسيش الرقية، بالك ربي يشفيك وتعاودي ترفدي بالحمل وتجيبي ولاد طبيعيين. يعني حبيت نقول لك ما تستسلميش، ربي ما فيه غير الخير. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظروني في حكاية جديدة إن شاء الله.